المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: مؤسسة المعايير الإريترية تنظم ورشة عمل حول النهضة الاستراتيجية. قائد الشرطة الأوسط يعقد ندوات لسكان المديريات. ارتفاع نسبة مشاركة الأطفال في التعليم التمهيدي في 90. ترامب يقول قادة لبنان وإسرائيل سيتحدثون، وباكستان تؤكد وقف حرب لبنان. استراليا تعلن أكبر زيادة دفاعية في زمن السلم. وألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 ملايين دولار. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت مؤسسة المعايير الإريترية ورشة عمل في أسمراء اليوم 16 من أبريل حول استكشاف سبل النهضة الاستراتيجية للمؤسسة وأنشطتها شاركت فيها الجهات الشريكة. وتهدف الورشة إلى تعزيز المساهمة الاستراتيجية للجنة الاستشارية للمواصفات وتحديد المجالات ذات الأولوية وإنشاء هيئات استشارية للمساعدة في تطوير ومراجعة المواصفات بما يتوافق مع برامج التنمية الوطنية. وأكد المدير العام لقسم التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة السيد تادس ولد يوهانس على أهمية المعايير عموما ومؤسسة المعايير خصوصا، مضيفا أنه ينبغي معالجة التحديات الحالية التي تواجه المؤسسة وشركائها. وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة المعايير الإريترية السيد ألم أرأيا أن الورشة أوضحت أن المعايير وثيقة تعد بالتوافق وتعتمد من قبل مؤسسة معترف بها، وتهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الانتظام في سياق معين، وتحتوي على تعليمات وقواعد وسلوكيات للأنشطة الشائعة والمتكررة الاستخدام أو نتائجها، مما يجعل الورشة ذات أهمية قصوى لإعادة هيكلة المؤسسة. وقدم المهندس دباسايزر أبروخ مسؤول قسم إعداد المعايير عرضا تقييميا حول دور كبار المسؤولين في نظام المعايير ومسؤوليات اللجنة الفنية وإدارتها وخطة عملها للعام 2026 و2027. وخلال الفعالية قدم ممثلو وزارات مختلفة عروضا توضيحية أبرزت أهمية المعايير في كل قطاع. وبعد مناقشة فرص البرنامج وتحدياته، أشاد المشاركون بالمبادرة المتخذة لوضع مبادئ توجيهية صادرة عن القطاعات بطريقة مركزية وإجراء إصلاحات هيكلية جوهرية في الهيكل الإداري المتعلق بالمعايير لرفع مستوى الوعي العام. وقد تأسست مؤسسة المعايير الإريترية عام 1995 بموجب المرسوم الرقم 75. عقد قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم جرماي جبر ميكيل ندوات لسكان مديريات ماي تمناي وعداق حموسة وبراديزة وأخرية وبشاول في 15 و16 من أبريل الجاري. وركزت الندوات بصورة أساسية على الوقاية من الجريمة وجرائم الأحداث ودور القيم والمجتمع في الحد من الجرائم. وبعد أن قدم معلومات تفصيلية عن الجرائم والمخالفات وحوادث المرور المسجلة على مستوى الإقليم وآثارها خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، حث المقدم جرماي الشعب على مكافحة الجريمة لضمان أمنه. وأوضح أن حوادث المرور في الأشهر الثلاث الماضية تسببت في 17 حالة وفاة وأكثر من 200 إصابة وأضرار مادية تجاوزت 4 ملايين. وقال إن هناك حاجة إلى عمل جاد لرفع مستوى الوعي واتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذا الصدد. وحث مدراء المديريات وقادة مركزي الشرطة الرابع والثاني السكان على زيادة مشاركتهم في ضمان الأمن المحلي وكشف الجرائم والمجرمين. وحث المشاركون بدورهم في الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات لأهميتها، وشرطة المرور على تعزيز إجراءاتها للحد من المخالفات التي يرتكبها راكبو الدراجات وتشديد العقوبات القانونية على المجرمين. وتنتشر شرطة الإقليم الأوسط في 11 مركزا و7 نقاط وتنفذ أنشطتها بالتنسيق مع الشعب.
شهدت مديرية السنة ارتفاع فرص التعليم المتاحة للأطفال بفضل إنشاء مرافق التعليم التمهيدي بحلول منتصف عام 2025. وقالت مشرفة التعليم التمهيدي في مديرية السنة السيدة سناية رزنيه أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 10 إلى 18 مؤسسة، وارتفعت نسبة المشاركة إلى حوالي 3000 طفل. وأشارت إلى أن الخدمة تقدم في القرى النائية وإن كان ذلك في خيام، وحثت كافة إدارات الضواحي على زيادة مشاركتها نظرا لعدم اكتمال أعمال بناء بعض المدارس. واختتمت المشرفة سنايد حديثها بالتأكيد على الدور المهم الذي تلعبه رياض الأطفال في ضمان النمو البدني والعقلي للأطفال. وأكد المعلمون من جانبهم أن افتتاح هذه المؤسسات قد حل المشكلة القائمة ووفر فرص عمل للمرأة في المديرية. اختتمت فعاليات أسبوع المدارس بمديرية مصوع، والذي استمر 5 أشهر وتضمن أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية. اختتم في 15 من أبريل الجاري. وقال مسؤول قسم الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ كاستي جبر ميكيل أن أكثر من 600 طالب من 14 مدرسة شاركوا في الفعالية. وقال مدير مدارس مديرية مصوع الأستاذ إسماعيل صالح أن هذا اليوم يتماشى مع التعليم الأكاديمي ويساهم بشكل كبير في إثراء معارف الطلاب. بدوره قال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في فرع التعليم بالمديرية الأستاذ محمد عبد الله أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو اكتشاف مواهب الطلاب وميولهم خارج نطاق تعليمهم الأكاديمي وغرس القيم الوطنية والثقافية لديهم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين على المستويين الفردي والمدرسي. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قادة لبنان وإسرائيل سيتحدثون للمرة الأولى منذ عقود، في حين أكدت باكستان أن السلام في لبنان أمر أساسي للمحادثات التي تتوسط فيها بين واشنطن وطهران بهدف إنهاء الحرب مع إيران. وعبرت عن تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران. ووافقت واشنطن وطهران على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 من أبريل الجاري عقب وساطة من باكستان. وتقول إسرائيل والولايات المتحدة أن الحملة ضد حزب الله ليست جزءا من وقف إطلاق النار هذا، إلا أن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف قال إن الهدنة تشمل لبنان وفقا لما طالبت به إيران. وقال مسؤول إسرائيلي كبير ومسؤول لبناني كبير أن واشنطن تضغط بشدة على حكومة نتنياهو للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إسرائيل دوت صفارات الإنذار محذرة من قصف صاروخي وشيك، ما دفع سكان عدة بلدات شمالية إلى الاحتماء في الملاجئ، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات. تستعد أستراليا للكشف عن أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي خلال زمن السلم، مع خطة لتعزيز الأمن القومي عبر استثمارات ضخمة مدعومة جزئيا برأس المال الخاص. ويعتزم وزير الدفاع ريتشارد مارلز الإعلان عن زيادة بقيمة 14 مليار دولار في ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، ضمن خطة أشمل تصل إلى 53 مليار دولار على مدى العقد القادم. وتهدف الحكومة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، تماشيا مع معايير حلف شمال الأطلسي. ومن المتوقع أن يؤكد مارلز أن أستراليا تواجه أخطر ظروف استراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتزايد التحديث العسكري في المنطقة. أظهرت بيانات حكومية أن ألمانيا وافقت على صادرات أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 7.8 ملايين دولار خلال الأسابيع الأولى من الحرب في إيران، رغم أن الحجم ظل منخفضا نسبيا وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وشملت الموافقات الفترة من 28 من فبراير عندما شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية ضربات على إيران، وحتى 27 من مارس، وذلك وفق ردود وزارة الاقتصاد على استفسارات من حزب اليسار. وتعد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قضية حساسة للحكومة الألمانية، فبعد هجوم 7 من أكتوبر 2023 الذي شنته حركة حماس، زادت ألمانيا
في البداية من الإمدادات دعما لإسرائيل. ومع تصاعد الانتقادات لسلوك إسرائيل في غزة، أمر المستشار فريدريش ميرتس في أغسطس 2025 بوقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في النزاع. أعلنت أذربيجان وروسيا أنهما توصلتا إلى تسوية في قضية تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية تشمل التعويضات، وتقر بمسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن الحادثة. ويمثل هذا الإعلان خطوة مهمة في تخفيف حدة التوترات بين البلدين بعدما اتهمت باكو موسكو بالمسؤولية عن تحطم الطائرة. وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وروسيا بعدما طالب الرئيس إلهام علييف موسكو بتحمل مسؤولية إطلاق النار عن طريق الخطأ على الطائرة أثناء محاولتها الهبوط في مطار غروزني. وأعلنت وزارتا خارجية البلدين في بيان مشترك أن الحادثة نجمت عن عمل غير مقصود لنظام دفاع جوي في المجال الجوي الروسي، وأكدتا الاتفاق على دفع تعويضات، ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية. وجاء في البيان أن هذا الاتفاق جاء عقب محادثة سابقة بين علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. مؤسسة المعايير الإرثية تنظم ورشة عمل حول النهضة الاستراتيجية. قائد شرطة الأوسط يعقد ندوات لسكان المديريات. ارتفاع نسبة مشاركة الأطفال في التعليم التمهيدي في تسني. ترامب يقول أن قادة لبنان وإسرائيل سيتحدثون، وباكستان تؤكد وقف حرب لبنان. استراليا تعلن أكبر زيادة دفاعية في زمن السلم. وألمانيا توافق على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة 7.8 ملايين دولار. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.